برحب بحضراتكم من أمام معبد أبو سمبل. هذا المعبد اللي بيعد من أهم وأشهر الآثار المصرية القديمة. هذا المعبد اللي تم نحته في القرن الثالث عشر قبل الميلاد عن طريق واحد من أشهر الملوك المصرية، وهو الملك رمسيس الثاني. طبعا هذا المعبد تم الكشف عنه، أو كان بداية الحديث عنه سنة 1813، ثم بداية الكشف عن المعبد سنة 1817، من حوالي أكثر من 200 سنة، عن طريق الرحالة السويسري بوركهارت ثم جوفاني بلزوني، اللي بدأ أعمال رفع الرمال من داخل وخارج المعبد ليتم اكتشاف معبد أبو سمبل لأول مرة في العصر الحديث. طبعا احنا نعرف ان معبد ابو سمبل بيقع في منطقة النوبة، او النوبة المصرية، على بعد حوالي 280 كيلو متر جنوب غرب مدينة أسوان. معبد ابو سمبل بيشتهر بالعديد، او بيتميز بالعديد من الامور، منها طبعا عراقة المعبد، وان هو بيعود لفترة تاريخية او حقبة زمنية بعيدة، زمن الملك رمسيس الثاني. ثم كمان التصميم المعماري الخاص بالمعبد، ان هو المعبد الوحيد في مصر منحوت بالكامل من البداية بعمق حوالي 60 متر داخل الجبل. نعرف كمان ان معبد ابو سمبل يعني بيرتبط ببعض القصص اللي بيتم تداولها، زي مثلا قصة اكتشاف المعبد. ليه المعبد ده اتسمى ابو سمبل؟ عندنا روايتين، وإن كانت الروايات دي مش مكتوبة لكن بيتم تناقلها بين الناس. أول طبعا يعني أول رأي أو أول رواية بتقول إن المعبد ده اتسمى بأبو سمبل، يعني نسبة أو إشارة إلى الطفل الصغير اللي دل المكتشفين على مكان المعبد. الرواية بتقول إن بلزوني لما جه أول مرة لأبو سمبل ما كانش يعرف مكان المعبد تحديدا، ويقال ان السكان المحليين كانوا رافضين ان هم يدلوه على المعبد لما شافوا ان هو شخص غريب، لكن بطريقة ما تواصل مع طفل صغير من ابناء القرية المحلية وهو اللي دل المكتشفين على مكان المعبد. دي رواية او دي قصة مرتبطة باكتشاف بتسمية معبد ابو سمبل. وفي رواية اخرى اللي هي مرتبطة بالكيال العثماني اللي هو من عصر الدولة العثمانية، اللي كان اسمه أبسنبول. الراجل ده سكن في المكان هنا واستوطن، وكان يعني مشهور في المكان، واتشهر المكان باسم أبسنبول، او المكان اللي بيقيم فيه أبسنبول. نتيجة لهذا الموضوع يعني تم تسمية معبد أبو سمبل بهذا المكان اللي كان فيه أبسنبول. بعض القصص الأخرى طبعا اللي هي القصة الأشهر اللي هي إنقاذ معبد أبو سمبل، ونعرف الجهود اللي بذلت عشان خاطر نحتفظ بهذا الأثر لسنين طويلة، زي ما تمنى الملك رمسيس الثاني، اللي هو معبد ملايين السنين، أو معبد لتخليد ذكرى الملك رمسيس الثاني. طبعا معبد ابو سمبل بيتميز كمان بظاهره فريده من نوعها، الا وهي ظاهره تعامد الشمس، اللي هي بتحصل مرتين في كل سنه، ودي ظاهره فلكيه اشتهر بها معبد ابو سمبل، وتم اكتشافها لاول مره سنه 1874 عن طريق الكاتبه البريطانيه إيميليا إدواردز، لما كانت هنا في الشتاء في هذا التوقيت، ولاحظت دخول شعاع الشمس في يومين تحديدا على قدس أقداس معبد أبو سمبل، عشان ينير التماثيل الموجودة في قدس الأقداس، أو بالتحديد 3 تماثيل من ال4 الموجودين في قدس الأقداس، يعني نسبة للديانة المصرية القديمة، اللي هي يعني بتقتضي أن الإله الرابع أو التمثال الرابع اللي هو بيخص أحد آلهة العالم الآخر ما تمسوش أشعة الشمس، أو ما يسقطش عليه شعاع الشمس.
معبد أبو سمبل طبعا بيلاقي يعني استحسان من زوار العالم كله، وان الناس جميعا بتهتم بزيارة معبد أبو سمبل داخل مصر وخارجها، نظرا للأمور اللي اشتهر بيها معبد أبو سمبل. يعني على مدار اليوم بنستقبل حاليا عدد كبير من الزوار، بيصل لآلاف الزوار بيهتموا بزيارة معبد أبو سمبل. طبعا المعبد كمان بيكون فيه رواج كبير في يومين تعامد الشمس، نظرا للترويج لهذه الظاهرة واهتمام الناس بمشاهدة الظاهرة، فبيصل أو بيفد أعداد كبيرة من الزوار في معبد أبو سمبل في هذين اليومين تحديدا.